بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قشتنا لا فرنا وتدو. وأصل هذا القول يرجع إلى أن الكفر حقيقة شرعية. بوي دراسيك كين بزانين أوانيك لعلماء ألين لمسألة الشرك دا لا الشرك دا عذر بالجهل نية تبي دراسي شيء يعني علمي أصول كعلماء كدويانا ألين يرجعوا إلى أن الأصل يرجع إلى أن الكفر حقيقة شرعية. كفريش حقيقيك شرعية وكباقي اشتكاني تربون الصلاة لقرآن والسنة دا كوت الصلاة معناي خوي هي بيويسي بالشروط هي بيويسي موانع هي بيويسي بشي هي بوي بتوج صلاة تحقيق به كمال شروط وكمال أركان وكمال واجبات هي كفر جوايا أن الكفر حقيقة شرعية يعني كفر رونادات تام مرجكان رونادات تام موانع كان دون كونوا بويا أن الكفر حقيقة شرعية مثلها مثل أي حقيقة شرعية أخرى لا يتحقق مقتضاها في المعين إلا بشروط محددة. يعني كفر لا معين دا لكسيك دا فاعلة كفركي أنجم دا وكفرك رونادات كسكي بيك كافر نابي إلا أبي شروط وموانع أبي يعني شروطها هبي وموانع نبي لا يتحقق مقتضاها في المعين إلا بشروط محددة. فكما أن العبد إذا صلى صلاة مستوفية للشروط والواجبات والأركان فإنه يسمى مصليا في الشريعة. كيتو نوجد كد بهمو هلسو كوتيك تو أنجام يدي بيوتري نوج نا إلا بمرجع كان تحقيق بوبيت أركان كان تحقيق بوبيت واجبات ببي تركد نكد بيب عمدا أنجا أو شيء كتوعي كي بيوترين نوج. وتترتب في حقه الأحكام المتعلقة بالصلاة أو كاتاك نوجد كدو أحكام كان نوشكار تشيا وتشيبو هي أحكام كان ديت بيشوا. وإذا صلى صلاة غير مستوفية للشروط أو الأركان فإنه لا يسمى مصليا في الشرع. يعني توقع الشروط وأركان النبي نوجد نكدوا. وكما أن العبد إذا فعل محظورا ما يعني هات توانيك أنجام بي فإنه لا ينطبق عليه الوصف الشرعي المتعلق بذلك المحظور إلا بتوفر شروطه وأركانه وانتفاء موانعه. هل حرامك تو أنجام يدي لأحكام فقهية معروفة كاتك كشتك أنجام دي حرامة وصف الشرعي كد بسردا جيبجي نابه إلا بيش شروط هبو به أركان هبو به وموانعيش نبت بونمنا. فمن جامع امرأة يظنها زوجته كسيك لقل آفرتك دا جماع دكا وأزاني خزانكي خويتي بلان بويت لك وكا خزانكي خوينيا. أما أنا ملابساتي زورة حالاتي زورة لبر نبوني كاربايا لبر نبوني روناكية لبر هندك حالاتي ترى كومالك شد نمونه هنراوة علماء لسدمي أو أنش وممكن بوا فإنه لا يسمى زانيا. يعني كسيك لقال آفرتك زنا أكاد بون نمونا جماع دكاد دواي بويدرك كخزانكي خوينيا بزاني حسابك بكشري نخير أي خو زناي كدو يانا أي بلان بيناوتري زاني أحكام زنايش مثلا جبجي ناكري بو هر حقيقة يكي الشرعي لإسلاما بو أوي وصفكي بسردا ببرد أبي شروط وموانعي جيبجي وتحقيق ببي شروط كان هبي موانع كان نبي لأنه لم تنطبق فيه الحقيقة الشرعية للزنا ولا تترتب في حقه الأحكام المتعلقة بالزنا. وكذلك إذا جامع امرأة أجنبية وهو لا يعلم أن الزنا محرم عليه في دينه كسيك بون من ديت ناو إسلام كسيك نصرانية يهودية يا هر كسيك يا نازن زنا حرامة مسلمان بيت باشا مسلمان بيت بلام زنا دكاد فإنه لا يسمى زانيا بو لبرنا زاني ولا تترتب في حقه أحكام الزنا. ومن شرب الخمر وهو يظن أنها ليس محرمة
فإنه تلخوت وخياز مكة استا باوبا في زانيت خمر حرام أو زنا حرام أو لخوت وخياز مكة لإمكان جهل بوكسيك إمكان جهلها لو أخسيق لو حسابك فإنه لا يسمى بالاسم أو الوصف الذي يترتب على شرب الخمر في الريعة كالفسق مثلا، ولا تترتب في حقه أحكام شرب الخمر. وكذلك الحال في جميع المنهيات في الشرع حتى اشتكى نهي الإكلاوة. وحقيقة الكفر والشرك داخلة في هذا الباب كوابو حقيقي كفر حقيقي الشرك حقيقي الشرعية حقيقي شرعية لعلم بلاغة لعلم أصول أو أنت كوا دراسة كتبه أزانا شرك بيناوتري الشرك إلا توفري شروط كفر بيناوتري كفر إلا توفري شروط وانتفاء موانع شنك أمانة مصطلحات الشرعين وإنسان يقنابي بكافر إلا بتوفري شروط وانتفاء موانع ردابه. فمن فعل من أهل الإسلام ما هو شرك أكبر وهو يظن بسبب جهله المعتبر وتأويله المعتبر أن ما فعله لا يدخل في باب الشرك مسلمانة شاتماني نوجك نواقضني بلام أشيشيك شركك كومال يشتيلي وشيتوك كفرا فإنه لا يوصف بالشرك في الشرع ولا تنطبق عليه أحكام أهل الشرك في الدنيا بمشرك حساب ناكري بو حساب ناكري كشركي كدوة. ويستوي في هذا الحكم كل مسائل الوعيد فلا فرق بين باب الكفر وأبواب الوعيد. يعني شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله شنها جار لا مجموع فتاوى باسي وعد وعيد أم موضوع عن من بباسكات مسألة كفر لقل مسألة بابي وعد وعيد وجهك وايا تحقيق شروط الموانع أبي ولا يوجد دليل يفرق بين هذين البابين. وقد نص عدد من المحققين من علماء السنة على ذلك التساوي في هذا وفي هذا. يقول ابن تيمية كما في الاستقامة الكتاب الاستقامة ذا شيء التكفير المطلق مثل الوعيد المطلق يعني كالتكفير مطلق أو تكافر بون من الشندين آيات معناها أحاديث معناها فلانش الكفرة هر وكو أو هرشانة وايا لقرآن والسنة دهاتون هر كسي أو بكذا شذا جهنم بلام لوانش شيء نشي. مثل الوعيد المطلق لا يستلزم تكفير الشخص المعين حتى تقوم عليه الحجة التي تكفر تاركها. وقال أيضا كما في بغية المرتاد لما ذكر مقالات الجهمية فهذه المقالات هي كفر سي جهمية كان كفرة لكن ثبوت التكفير في حق الشخص المعين موقوف على قيام الحجة التي يكفر تاركها. وإن أطلق القول بتكفير من يقول ذلك فهو مثل إطلاق القول بنصوص الوعيد أو أنا أهل علم من طلب علم دبيت يبقى لما مسألة تكفير لقل مسألة وعيد دا يكشتن يكجوازينية شون بو مسألة وعيد بوها الرشكاني قرآن والسنة بيويس من با شروط موانعها وصف كان دانا بزين بو سر فاعل كاني بو مسألة كفر وشرك جاوايا. وشيخ الإسلام ابن تيمية لو نقلانيك كدوم خوتن تماشايكا لبركاتك من هميا الناخ والموا دين لابرنا وتو بينج. ويقول ابن عثيمين في تأكيد تلك التسوية شيخ ابن عثيمين بوويك أو التقرير كفرق لنيواني شرك كفر لقل وعيد دا يتفرق النية وذكر مستندها الشرعي عند دليلها الشرعي كما في مجموع فتاوى رسائل العثيمين. وسئل فضيلته برسالي لكراوة عن حكم من يجهل أن صرف شيء من الدعاء لغير الله شرك. حكم كسيك أجر هاوار كاتا غير إخوة نزانيت أم هاوار كدنا لا جقل الله شركة وأنجامبات. فأجاب بقوله الجهل بالحكم فيما يكفر يعني يكفر هذا يدرس فيما يكفر كالجهل بالحكم فيما يفسق. فرق نية لنيوان مسألة كفر لنيوان مسألة فسق. فكما أن الجاهل بما يفسق يعذر بجهله فكذلك الجاهل بما يكفر يعذر بجهله ولا فرق هيج فرق يكنيها لأن الله عز وجل يقول وما كنا مهلك القرى إلا وأهلها ظالمون وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وهذا يشمل كل ما يعذب عليه الإنسان. ويقول الله
عز وجل: وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون إن الله بكل شيء عليم. كابو فرق يكنية لنيوان مسألة تكفير لقل تفسيق بوني شروط وموانع. لا فرنا وتشش ومن القائلين بهذا القول دشنا سر أو علماني دلين عذر بالجهل للشرك جداها ابن حزم الأندلسي، وهو من أكثر العلماء الذين بحثوا المسألة وقد تناولها من جهات عديدة. يعني زورترين لا يكيك لو كسان زورترين جار باسي موضوعي كدوا باسي مسألة العذر بالجهل كدوا من جهة تأصيلها في الشريعة وسوق النصوص الشرعية الدالة على الإعذار بالجهل، ومن جهة بيان حدود الإعذار بالجهل، ومن جهة بيان معنى قيام الحجة ومتى يرتفع وصف الجهالة، ومن جهة كثرة التطبيقات العملية لها، ومن جهة مناقشة المخالفين وإظهار ضعف مستنداتهم الدلالية. يعني لهمور وكانوا وكخين موا دراسي كدوا وتقريرات الزور بقوتها ابن حزم. ويدل على هذا من كلامه عدة أمور. كان قصيق لقسكاني ابن حزم يعني لبر كميكاتك. الأمر الأول أنه أطلق أن كل من قال أو فعل كفرا لا يكفر إذا كان جاهلا. هركسي هرشيك بليا هرشتيك بكات تكفير ناكري أجر جاهل به، وأن هذا عام في كل الديانة لحمودين إسلاما همشتكاني إسلام وايا فرق كفر غير كفر نية. وفي هذا يقول كما في الإحكام لكتبي إحكام الإحكام دا أما قول كيتي: وكل ما قلنا فيه إنه يفسق فاعله أو يكفر بعد قيام الحجة عليه فهو ما لم تقم عليه الحجة معذور مأجور وإن كان مخطئا. وصفة قيام الحجة عليه هو أن تبلغه فلا يكون عند شيء يقاومها. يعني بوشوازة همو كسيك كشتيك ضلي يعني شتيك دكات لهمو دين دا يفسق فاعله أو يكفر بعد قيام الحجة. وقال أيضا في معرض تأصيله لباب التكفير يمشينا قولي دوام باشترا: الأمر الثاني أنه قرر الإعذار بالجهل في مخالفات كبيرة سواء في باب التوحيد أو في باب العبادات الأخرى. ومن تلك القضايا القول بالحلول، يعني أجر كسيك بل يا أخوي تعالى لناها مشتك دايا حلول اتحاد معروفة لاتان، والاعتراض على الرسول صلى الله عليه وسلم يعني رخنا في غنبري صلى الله عليه وسلم بقري وكو ذو الخويصرة، وتكذيبه وإنكار قدرة الله تعالى ووصف الله تعالى بعدم الاستطاعة ما إشارة بوشي وحواري كان، وتكذيبه وإنكار قدرة الله أو كسيكا وتي بمسوتينا، وإنكار حرمة الخمر، وإنكار وجوب الصلاة، وسب الصحابة وغيرها. همو أوانا لكتابي شي تماشيكا الفصل بو يكيك لو كساني هيج جوازيك لأن يوان الشرك وغير الشرك ناكات ابن حزمة ولا كتابة كاني بتابد لكتابي الفصل ولا كتابي إحكام تماشيكا. كسي دوام شيخ الإسلام ابن تيمية كهردو طرفك أواني كألين عذر بالجهل هيا للشرك وغير الشرك، وأوانيش كألين نية للشرك هردو لا محاولة كان ابن تيمية لقل خوان دانيا بلام أوي صحيحة ابن تيمية لقل أوانية كألي عذر بالجهل للشرك ده هيا. لا برنوتنو. وتدل على هذا نصوص كثيرة من كلامه وبطرق متعددة ومن تلك الطرق كان ريقيك إثباتي يكين كشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لقل أوانيه كألين عذر بالجهل للشرك دا هيا. يكا طريقي يكا تنصيص على أن الجهل عذر في مسائل الدين كلها سواء كانت من مسائل الاعتقاد أو العمل، وسواء كان من أصول الدين أو فروعه، ومن كلامه في هذا المعنى. يعني أميك خوين مو الله لهمو مسائل الدين عذر هيا عقيدة به يعني عمل به أصل دين به يعني فروع به. أمش قسكي شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: هذا مع أني دائما ومن جالسني يعلم ذلك مني
من دائما أمام متوى أول شيء لقل من تيك الله يكذب ودانش تبي أولا من دزاني أني من أعظم الناس نهيا عن أن ينسب معين إلى تكفير وتفسيق ومعصية من زور يعني لا همكس الزياتر نهي ده كم خلقي تكفير بكره تفسيق بكره ومعصية بدأت بالي إلا إذا علم أنه قد قامت عليه الحجة الرسالية إلا بلغي شرعي لسري ثابت بوبه وعلمي بها به وجهلي نبه التي من خالفها كان كافرا تاركا تارة وفاسقا أخرى وعاصيا أخرى جاء كافر به يعني فاسق به مبتدع به وإني أقرر باشا أن الله قد غفر لهذه الأمة بخاتش بسراب كيشا يجور استثناء كتانا كردوا أن الله قد غفر لهذه الأمة خطأها همو هلايك إنسانك لأمته وذلك يعم الخطأ في المسائل الخبرية القولية والمسائل العملية يعني العقيدة وش قال عقيدة لا هموش تيكا كإنسان كوته هلوا بجهل به باجتهاد به بتأويل به بتقليد به دعاء أو كخو مانو أكاد بلا مكويته هلوا معزورة الطريق الثاني لا برصد أنه ساوى بين قاعدة التكفير وقاعدة الوعيد لا درستكي بيش باس مانكيد كابن تيمية جوازيناك لنيوان وعيد النيوان شي تكفير وبين أنهما من جنس واحد وأن شروطهما واحدة فقد كرر مرارا شندين جار شيخ الإسلام ودباركاته أن التكفير المطلق كالوعيد المطلق لا يترتب حكمه في حق المعين إلا بتوفر شروطه يا شروط وانتفاء موانع طريق السيام تأكيده أن قاعدة الإعذار بالجهل تشمل كل من اتصف بالجهل المعتبر مسألة عذر بالجهل ربطي نية ببادية يان ربطي نية بيوندي نية بشيوة كسيك تعظم مسلمان بوبه بيوندي بهمو كسيك وهيك جهل معتبريها به لهر شونك أجي لهر كاتك أجيد أو عائشة بو لبندسي في غنبر بو لمالي في غنبر أبو صلى الله عليه وسلم معذور بو أو حواريكاني عيساب معذور بون أو كيبو چندين نمونه من هيا لكتاب السنة لشونك دابون كشوني علم بو هلاش ينكد معذور بون كابو أونية ولا شوياهي أو يكتو بلام كم ترخم نبي بشت هالكردون نبي جهل توجبو بهوي اجتهاد بهوي خطأ زمانوا بهوي تأويلوا بهوي تقليدوا يان بهوي إكراهوا زور لكردنوا تو معذوري تأكيده أن قاعدة الإعذار بالجهل تشمل كل من اتصف بالجهل المعتبر فقد أطلق القول بأن كل من فعل ما هو كفر أو شرك لا يحكم عليه بالكفر إذا كان جاهلا ريقي شوارم الطريق الرابع نصه أن من فعل الشرك جاهلا بحكمه لا يكفر ولا يرتفع عنه وصف الإسلام ومن المواطن التي قرر فيها هذا المعنى ما يلي تمشى ليرة عملي بتايبد لسر مسألة الشرك سكاني إهانين نصه أن من فعل الشرك جاهلا كسك الشرك دكا بلان حكمك نازانه لا يكفر تكفير ناكده ولا يرتفع عنه وصف الإسلام نال مسلمانية وصف مسلمانيتي لناسنينوا موطني يكم لكتابة كان شويني يكم بجواني جوي بقرن وأوانشي كلا عيندا جوي لما أقرن أوانتان بوخ ونمو هرب عربيكي ودعيش ترجمة يكين أنه سئل شيخ الإسلام ابن تيمية عمن استغاث بالقبر يعني دعوة لقبر بك يعني وكو والله فلان كز أو ما يولته دعوة ليك شفاء ليك دعوة ناني ليك دعوة رزقي ليك دعوة مدالي ليك لقبرك دعواك فقرر أنه إذا كان جاهلا لا يكفر فقد سأله سائل مرة كسيك برسائل الشيخ الإسلام ابن تيمية كدوه فقال ما تقول السادة العلماء أئمة الدين رضي الله عنهم أجمعين علماء شدلن في قوم يعظمون المشايخ
تعظيمي مشايخ دكن أوانيك لقبر كان الشيخ مشايخانيك لقبر كان داهن يان بزندويش بون داوين ليكن بكون أنهم يستغيثون بهم في الشدائد لكاتنا راحتيانا داوي كومشيان ليكن يارمتيان ليكن ويتضرعون إليهم ويزورون قبورهم خوام سوكا كانوا بيان تواضعا وين بيان سداني قركان يانكن ماشي قبركان يانكن تبرك با خولي قبركان يانواكن ويتبركون بترابها ويوقدون المصابيح طول الليل بدر جاي شو شد موم دايق سينن رناشيه كان ولا قبركان ويتخذون لها مواسم يقدمون عليها من البعد لشوني دورة ودين سداني قبركان كان يسمونها ليلة المحيا شوي زندو كردنوا فيجعلونها كالعيد عندهم هنجي لسلجيرا خوشي لسلكا وينذرون لها النذور ويصلون عندها نيجكا لبروي كشونيكي شونك دعايتها جرايا شوني صالحين فهل يحل لهؤلاء القوم هذا الفعل؟ هم آية أمشتنا درستا أم يحرم عليهم أم يكره درستا يان حرام يان مكروه وهل يجوز للمشايخ تقريرهم على ذلك آية علماء يان بياو قوركان ما مستكان يان درست بيلن آوان وبكري تقريرهم على ذلك أم يجب عليهم منعهم بذلك وزجرهم عنه كسيك ماشي دسي كسيكا بيلاوكي ماشكا أشين سجدي بوابا درست بيلن نخي درزني أبينا يلن وما يجب على المشايخ من تعليم المريدين وما يوصونهم شي بيسلسر أو أهل طريقتنا أو ما مستوى عالمانا أو الشيخانا كمريد كان ينوى كان وصيتيان بشي بيبكن وهل يجوز لهم أن يكتبوا لهم إجازات بالمشيخة على بلاد أخرى آية دروس بيان كانت جيغرو خليفي إخوان الشيخ لولاتا كان إخوان الشيخ إخوانا وهل يجوز تقريرهم على أخذ الحياة والنار وغير ذلك آية دروس الرازي بن بيلن مارو آقرو شتو أوان بخون وماذا يجب على أئمة مساجد يحضرون سماعهم ويوافقونهم على هذه الأشياء شي لسر ما مستيم مزقوتكان بيويست الله هندق لمزقوتكان اشتوا ذكره أو برسالة ابن تيمية كده وما يجب على ولي الأمر في أمرهم هذا لسر حاكمين مسلمانان شي بيويست لكاتك عندك لمسلمانان أو أبو الشيخ كان إخوانا كان أفتونا مأجورين برسالة ابن تيمية تماشي ابن تيمية فأجاب رحمه الله الحمد لله رب العالمين من استغاث بميت أو غائب يعني هر كسي داوي كومشي لمردو يبكى يان كسي شنا ديارو لجيغا دانبي لو شنا دانبي بحيث يدعوه في الشدائد والكروبات داوي ليبكى لنا راحت يكانا بوين جاتبا كاربوك ويطلب منه قضاء الحوائج بويشتكاني بجيب غيني فيقول يا سيد الشيخ فلان بلعي الشيخ فلان هوارا داوي ليبكى أنا في حسبك وجوارك ومن لايتو ومن داولتو وكم بو فنايتو هاتهم أو يقول عند هجوم العدو عليه يا سيدي فلان كاتك دجمن نجوم كاتسري بلي أي فلان كسكو مكين بك داولتو وكم أو يقول ذلك عند مرضه وفقره وغير ذلك من حاجات يعني لكاتي نخوشيدا يعني لكاتي فقيري وجاريدا يعني لكاتي بيويسيدا أو داوين لبكا شيخ الإسلام ابن تيمية فرمشي فإن هذا ضال جاهل مشرك عاص لله باتفاق المسلمين أما حكمك يدي هركسي أوابك أما شيء قمرايا جاهليك يعني هيج سفادي لا قرآن وسنة نكد جاهل بو معناها مشركة وسربيتشيكار عاصية باتفاق مسلمان شو كما التوحيد معروفة فإنهم متفقون على أن الميت لا يدعى ولا يطلب منه شيء سواء كان نبيا أو شيخا أو غير ذلك مسلمانا متفق كأم داوانا لأخواكري لجقال أخواناكري كوابو أو برقيك فرمي فإن هذا ضال جاهل مشرك عاص بداخوا جنجي نخوينوار ديد احترام الرزم هي بزو برقيابا فإن هذا جاهل ضال مشرك عاص أوديبا أول لباس تكفير مطلق داق ساعات تائوي باس تكفير مطلق دكا وباس فاعل مبهم دكا بوشي چونك اگر وان نلي خل ناترسي اگر او هان نلي خل ناترسي ناقرته وخلقي دسكن بالشرك بلان باب زين دوي شي فرمي
فلما قرر ذلك قال وهذا الشرك إذا قامت على الإنسان الحجة فيه ولم ينتهي، يعني أجر إقامة حجة بسر إنسان وابو آقاتا ليتي دوزيت أنا برقك لخواري خواروا. وهذا الشرك إذا قامت على الإنسان الحجة فيه، يعني في ويسي بقيام حجية أنه هيتي أما الشركة مقصي ابن تيمية ولم ينتهي قيام حجبه دعي هروازين هنا وجب قتله كقتل أمثال من المشركين، وكاتا كافر دبي مشرك دبي ولم يدفن في مقابر المسلمين ولم يصلي عليه. باش دعي شي وأما إذا كان جاهلا لم يبلغه العلم خطيش بسلاب كيش. أما ابن تيمية أفرميتشي أجر جاهل بو جاهلة وباسي التوحيد هم كسي نايزانه بلام أكري جاهل نيزانه علماء ديزانن أهل علم زانه بلام أكري كسانك نيزان. وأما إذا كان جاهلا لم يبلغه العلم ولم يعرف حقيقة الشرك، أما عقاتا لا وعبارية به ولم يعرف حقيقة الشرك ما معناه؟ هر علم كافينية بلاي أو قرآنيك تواو بلام تشي الشركة كي شيء خلق استاء نازاني كام الشركة أزانيت لا إله إلا الله معناه كي بمجملية أزانيت توحيد واجبة أزانيت الشرك كفرة بلام تشتيك الشركة إبوت وتكتب كانت نخوين زانيتا تا درس كاني توحيد تان نزاني زانيتا جورا كاني شرك شيا بو أو كسي كأسا تكفيري خلق دكا بيش أو التزام كبمنهج صحيح جوانا وأخوي ديزاني بميثاق ديزاني بفطرة ديزاني بعقل ديزاني معذور نبو بويا حقيقي الشرك ولم يعرف حقيقة الشرك بزاني الشرك شيا الذي قاتل عليه النبي صلى الله عليه وسلم المشركين فإنه لا يحكم بكفره تاكسي نزان الشرك شيا وشي الشركة وكامل الشرك نيا حكم مسألة نادرة ولا سيما وقد كثر بالتائبات وقد كثر هذا الشرك في المنتسبين الإسلام. أم الشركة لنا مسلمانان زور بوا استا أو الشركاني كاللكاتي خويا أبو جهل المسلمانان كان بلام بدل صوزيش بو خوايا كان الشركة كان بو خوايا لما عنا قيتنا كان. وقد كثر هذا الشرك في المنتسبين الإسلام ومن اعتقد مثل هذا قربة وطاعة فإنه ضال باتفاق المسلمين وهو بعد قيام الحجة كافر. بعد قيام قولك الصريح شيخ الإسلام لمسألي شرك دا عذر بالجهل هيا. فهذه الفتوى مهمة نسيمانتي مهمة في بيان حقيقة رأي ابن تيمية في حكم من فعل الشرك جاهلا. لا بتشيف مهمة عن فتوى يكم أنها فتوى جاءت على سؤال مخصوص، يعني الرك برسالة كان لسر أخويهات ولا لسر شركات وجه إليه في المسألة عينها دوام أنها فتوى مفصلة في حكم المستغيثين وفيها تفريق ظاهر بين حالة الجاهل وغير الجاهل باسي جاهل وغير جاهل بوك. أن السؤال كان في عن حال قوم من المستغيثين من المسلمين الذين يعيشون في بلد يوجد فيه مشايخ وعلماء ومناتو بلك كومال كان كاكا لا تورا براجين كاكا لا كام شاخي زوز والبرز اللي يجين حركس بيان ناقة نخر لولاتي إسلام علماء ومشايخ علماء يفتونهم في مسائل الدين فليس متعلقة بحديث العهد بالإسلام أو بمن يعيش في مكان بعيد عن حاضرة المسلمين بل هي عامة في كل ما يمكن أن يتصور منه الجهل ولو كان في بلد يوجد فيه مشايخ تبا مشايخ ببا علماء به خم لا لكرد نهر نبراوا بلام هر شركيش هر هبوا بداخل. وفيها دلالة ظاهرة على أن الواقع في الشرك جهلا لا يرتفع عنه وصف الإسلام ويكسك وتانا وشركوا لا إسلامتي دريناكي المسلمانتي اللي ورناقري توا حتى وكو شي حتى وكو شروط ما نعدل أساكي ولا تثبت في حق أحكام الكفر. شني دوام الموطن الثاني قوله في معرض رده على نور الدين علي بن يعقوب بن جبريل ابن عبد المحسن البكري الشافعي المصري. أما يكيك لأهل علم يكيك لأهل علم لا
هرچن عالمێکی محقق نەبووە عالمێکی گەورە نەبووە بەڵام ئەهلی علم بووە دیفاعی لە مەذهبی خۆی کردووە و مناقشەی هەیە لەگەڵ شيخ الإسلام ابن تيمية. ابن تيمية مجلد سر نسيوه حين قال فإن بعد معرفة ما جاء به الرسول نعلم بالضرورة أنه لم يشرع لأمته أن يدعو أحد من الأموات إلى الأنبياء ولا الصالحين ولا غيرهم لا بلفظ الاستغاثة ولا بغيرها ولا بلفظ الاستعاذة ولا بغيرها كما أنه لم يشرع لأمته السجود لميت أم قوله بوم خيرنا ولا سكيترا يعني أمل لقل شيء باسي كدوا لقل بكرية كتكفير بكريناك. فهذا الكلام ابن تيمية فيه أن الاستغاثة بالقبور كفر أكبر. إما نالين استغاثة كفري أكبر نية وكو داود بن جرجيس وكو سليماني براي الشيخ محمد كوري عبد الوهاب يعني دم كفري أكبر نية استغاثة كفري أكبر نية ونش ما نتوابون من أجل كسي كفري أكبر تيا رويدا ما دام شايت ما نواجهه تكفير ناكر نخير أو دو قول باطلة بلام أكري كسي كفري أكبر شيء به بلام معزوريش به بجهل. ولكن لا يحكم على كل من استغاث بها بالكفر حتى تقوم عليه الحجة. موطني السيام لا كتاب كان الشيخ إسلام ابن تيمية نصه على أن من أخطأ في أنواع الشرك فظنه جائزا جهلا منه لا يكفر بذلك حيث يقول في هذا المعنى يعني أجر كسيق للشرك ده تيكود وايزاني كجائزة بجهل بنزاني تكفير ناكره. ابن تيمية فرمشي ومنهم من يطلب من الميت ما يطلب من الله أويك الأخوة دعوة ذكره بون من دعوة شيدك اغفر لي وارزقني وانصرني دعوة لقبري أكا دعوة لشخصي أكا. شيخ الإسلام خويد فرمي ما يطلب من الله فيقول اغفر لي وارزقني وانصرني أما الأخوة مو كفر ونحو ذلك كما يقول المصلي في صلاة لله تعالى إلى أمثال هذه الأمور التي لا يشك من عرف دين الإسلام هركس إسلامي ناسب يزاني أما كفرة أنها مخالفة لدين المرسلين أجمعين فإنها من الشرك الذي حرمه الله ورسوله معروف الشرك أكبر بل من الشرك الذي قاتل عليه الرسول صلى الله عليه وسلم المشركين لو شركي الرك وقو شركي كوا أبو جهل وكو كافر كان ينكت أو شركي كبيغنبري خاصة جهادي كافر كان يكت. وأن أصحابها إن كانوا معذورين بالجهل وأن الحجة لم تقم عليهم كما يعذر من لم يبعث إليهم رسول تماشى. وأن أصحابها إن كانوا معذورين بالجهل يعني تشين بنفامي وبنزاني عذر بيادرين وأن الحجة لم تقم عليهم كما يعذر من لم يبعث إليه رسول صلى الله عليه وسلم. أجر وابن قيدني معذورا لا كتاي كذا وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا فالمشي وإلا كانوا مستحقين من عقوبة الدنيا والآخرة ما يستحقه أمثالهم من المشركين. معذور بن إقامي حجة سريع نكلابه معذورا بلام أجرنا أو مشركا ويمنالين هركسي قورة فرسيت تكفيري ناكين معذورة نخير ألين أجر جهلها بو معذورة أجر تأويلها بو معذورة تنال أجر اجتهادي شيها بوكو دعاء دين سر أوي كالسيوطي بون ميكك لو كساني كاستغاثة بجائزة زانه بكري وشندين كسيتر لأهل علم بالتأويل كوتنا وشركة بجائزة زان تجويزيان كدوا بلان علماء تكفيريان نكدون. الموطن الرابع أنه لم يكفر يعني شيخ الإسلام ابن تيمية أعيان الطوائف يعني بناو بالشخص كان كسيك ككوتون تناو الشرك وكفروا ابن تيمية تكفي نكدون التي كانت تستغيث بالقبور يعني كان دين طائفها وكو الرافضة وكو تتار وكو كان دين طوائف الشرك وكفر يعني الشرك يعني بلام وكو الشخص بون مناك برسال ابن تيمية بكر دايا رافضة كفار نيد بلا تتار كفار بلا مشركا شركة كان بلا ما فلان وفلان مشركا أبي قامي حجها أبي توفر شروطها بانتفاء موانعها أبي وكل فرق بين عموم وعام فرق مانكت طائفيك حكم بسري هذه جواز لو بسر تاكي شخص كان حكم بدي. ولا أعيان العلماء الذين كانوا يرون أن الاستغاثة بالقبور ليست كفرا أكبر عندك لأهل علم يعود
استغاثة بقبر بشي وانا أمانا كفر أكبر كفر أصغر كالبكري وتقي الدين السبكي وغيرهما. فلو كانت الاستغاثة بالقبور من المسائل التي لا يعذر فيها بالجهل أو بالتأول عند ابن تيمية لكفر هؤلاء الناس بأعيانهم. خو أجر عذر بالجهل ني خواردايا راستو خو معنا مناقشة قال شيخ الإسلام ابن تيمية خويه بوا، ولكنه لم يفعل تكفيري نكردا، فدل هذا أنه يعذر بالجهل. ابن تيمية عذر بالجهل دا أنا لا شرك دا، وبالتأول في مثل هذه المسألة وغيرها من الأمثلة لا نذكرها لعدم الإطالة. شندين نمونيتر هيا باسيكين وأقل بيسكا لشوني خويل دوريتر همو أدلة كان زور بدريجي همو باسكين. كسي سيام محمد بن عبد الوهاب لا شك أنه رحمه الله وأئمة الدعوة من بعده من أكثر العلماء. كسي سيام زور بلامان وقرنقا باسكين شيخ محمد آية باوري بعذر بالجهل لشرك دا هيانا خويو أحفادكاني وخويو طلبكاني چونك أوان زيادة الله مو كسيك لم مسألة قسيان كدو تقريرات يعني، وجاءت تقريراتهم في سياقات متنوعة ولأغراض مختلفة، ولأجل هذا جاءت تقريراتهم في هذه المسألة في صور يبدو في بعضها التعارض. بويا لا نوكاني الشيخ لكركاني نوكاني ولا طلبكاني وأوانشي هندي كان لسر قولكاني أو أشن لهندش تهندك أقواليا هي دش بم مسألة كالشيخ خوي إيليت الشيخ محمد إيليت الشيخ الإسلام ابن تيمية إيليت. وكتبت حول حقيقة مذهبهم دراسات شندين لم زمان شندين كتابات نسراوة دراسات نسراوة وبحوث تقصد إلى تحرير مقالتهم وتوصيف حقيقة مذهبهم، وأصحاب هذه الدراسات قد اختلفوا في نتائجهم إلى درجة التناقض. يعني لم زمان عندك كتاب نسراوة يسنا يكتب كانت في ألين ك هندي كان ألين شيخ محمد طلبكاني وكركاني وأحفادكاني وأئمي نجد هيتشان باورن بتشينيا هيتشان باورن بعذر بالجهل نية لشي للشرك. لولا شو مجموعية كيا ألين نخير باور يعني همو خوي وطلبكاني وكركاني وأحفادكاني وأئمي نجد هذا هم يباور يعني بعذر بالجهل هي للشرك. هردو لا هلن هردو لا هلن قولي صحيحة ويا شيخ محمد كوري عبد الوهاب باوري بعذر بالجهل هي لشي للشرك استمثل بكي باسكين وهندك لا أحفادكاني كركاني أحفادكاني وطلبكاني باورن هي وهندك تري باور يعني ين هيوان هي هر باورينية بهي الشوازي يا هيوان هي تشان قولي شي هي معناي أويتيا ظاهرة كباوريان باع عذر بالجهل نية للشرك ده. جاء أو كتباني كنسراون لوي كوا شيخ محمد وطلبكاني باوريان باع عذر بالجهل هي للشرك جدا، وكو شرحي كشف الشبهات الشيخ ابن عثيمين، وكو كتابي سعة رحمة رب العالمين سيد الغباشي، وكتابي نواقض الإيمان الاعتقادية محمد الوهيبي، وكتابي ضوابط التكفير عبد الله القرني، وكتابي الجهل في مسائل الاعتقاد وحكمه عبد الرزاق معاش، وكتابي العذر بالجهل وبدعة التكفير أحمد فريد، وكتابي العذر بالجهل وعقيدة السلف شريف هزاع، وشبهات التكفيريين عمر عبد العزيز، وتقريرات أئمة الدعوة في الرد على الخوارج محمد طاهري. أمن نكتبون لمسألة عذر بالجهل أو عبارتان كصريح بن يا غير صريح بن كألين عذر بالجهل للشرك دان نية أمان محاولين كتبولين نا أو ما بسي أو نيو أو ما بسي أويا نخير أو صحيح نية لنا علماء نجد هن كباوريان با عذر بالجهل للشرك دان نية أو كتباني كنسراون ودلين محمد كوري عبد الوهاب وكركاني وأحفادكاني وهندق لا علماء باوريان بعذر بالجهل للشرك دانية أم كتبانا. الجواب المفيد في حكم تارك التوحيد عبد الرحمن عبد المجيد، وأروها العذر بالجهل تحت المجهر
مدحد آل فراج، وهروها آثار حجج التوحيد آل فراج، وهروها كتابي عارض الجهل أبو العلا راشد بن أبي الراشد، وهروها ضوابط التكفير معين عند شيخي الإسلام ابن تيمية وابن عبد الوهاب. أما أنا ألين عذر بالجهل نية وقسي محمد كوري عبد الوهاب وباقي كسكاركاني وأحفاد طلبكاني ألين باوا أي عذر بالجهل للشرك دانية. أما أوي صحيحة نخير شيخ محمد وهندك لأنه وكاني باوريان با عذر بالجهل هيا. والقول الصحيح هو أن الشيخ محمد بن عبد الوهاب وبعضا من أئمة الدعوة يعذرون الجاهل في مسائل الشرك، وأن المسلم الذي يقع في المخالفة الشركية جهلا منه لا يكفر ولا يرتفع عنه وصف الإسلام، وبعضا منهم لا يعذرونه كما يأتي فيما بعد. بنياس بين دليل كاني شيخ محمد باسكين يعني هيش كاتك نماوه بهالحال أبي هاليجرين بوكاتي كتير. المهم أجد اسمه بيك الدواء ليرة ودس بيك إنكا دليل كاني شيخ محمد لسر أويكا عذر بالجهل لا شرك إجداء. هيا موفق بن بارك الله فيكم وصلى الله على سيدنا محمد. بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون.